هذا هو الكسكس على الطريقة المغربية الصحيحة، المذاق لذيذ ومزيان، حاجة تجنن وتخليك تعشق المذاق ديال المغرب. في قلبك في قلبك. بالبداية ناخذ الكسكس، حجمه يكون وسط، تقدر تستبدله بالكبير او الصغير، انا هذا اللي توفر معي. نروشه بالمويه ونغطيه، وبالقدر زيت، بصل، ثوم، قرفة، لحم، خلي اللحمة تتحمر ومعاها الطماطم. للبهارات كركم، زنجبيل، فلفل اسود، نسقيها مويه مع عقدة البقدونس، وبعدين نصلي على النبي ونملح ونخليه يطبخ بالبهارات ويتجانس، ياخذ له نص استوى، ونضيف باقي الخضار، كوسة، قرع، جزر، كرنب، معاها الحمص، وخليهم يتسبكوا في اللحمة. وللكسكس نحطه في المشخال على 3 مراحل، بس يتبخر 20 دقيقة، نرطبه بالمويه، والزيت نرجعه مرة ثانية يتبخر، ونرطبه بالمويه وزيت الزيتون، والمرة الثالثة نرطبه بالسمنة عشان يصير المذاق فاخر من الاخر. وخلاص جهز معنا كل شيء، نصفي الخضار ويلا نركب صحننا بالطريقة اللي نحبها. اهم حاجة تنسجم مع الطبخ المغربي، ويلا نبدأ. كذا اطيب كسكس وجهز معانا، خلينا ندوق. انا نفسي تخش معايا في الطبق الجميل هذا. هذه نقول عليها الله الله.